يمشي معنا بثقة وخطوات ثابتة لمفهوم الوكيل ومفهوم الوسيط وتجاوز، وعلينا أن نتجاوز فعلا تلك الكلمة التي لا أريد أن أرددها كثيرا لأنها كثيرا بالحضور. وأعتقد على أن هذه الجمعية هو إطار قانوني. فبخصوص قانون التزامات العقود نجده يتحدث عن الوكيل العقاري. بيت الدعوة، واشكر السي رشيد الروفي على هذه المبادره اللي دارت الملتقى الجهوي الاول. تبارك الله راه كان في المستوى، ولكن الا ما جاوش الناس راه ان شاء الله شي غادي يخطر شي ان شاء الله. والله انت هضر انت ما سولتيش هذاك السيد واش نتمول المال. هذا هما الاكراهات اللي كاينين حاليا عندنا، ولا اجا عندنا واحد التنازل اجي نمشيو ندوزو هاد الهمزات ماشي غير السيد الجيل ديالك. البيع والشراء واش كاينه نسبه محدده من تبقى القانون، وإذا كانت واش جميع الوكلاء تتبع ولا ما كل واحد حسب التجربه والاقدميه. الوسيط ولا الوكيل خص تكون عنده بعدا الجرأه، هي الاولى شخصيته يكون متمكن منها، لانه الا ما كانتش عندي شخصيتي راه ما يمكنش نتعامل مع الكليان. هذه الاولى. ملي كتكون عندي شخصيتي كنرفضها، ولكن النوطير راه تحت صالحك انت الاول. النوطير صالح وكذلك المقدر حتى هو يلتزم باش يعطي الفلوس ديال السيد ويخرج. غير بيت تنوجه السؤال للاستاذ المحامي ديالنا، واش هذا الالتزام عنده شي يعني مواصفه قانونيه ولا هو غير تنديرو غير عشوائي؟ بطبيعة الحال هذه الجمعية هي اللي غادي تكون مؤهلة لتكوين الأفراد المنضمين تحتها، ومن الأفضل أنه دار واحد اللجنة. حتى البيبرين عندنا كتب سمسارة، فماشي واحد دابا أكثرية سمسارة ما عارفين كاع القوانين وما عارفين حتى شي حاجة، وغادي يتبعوا ولا تاني العشاشة ولا موالين النعناع ولا موالين الحانوت ولا كاع الناس سمسارة. حتى واحد ما بقى ماشي سمسارة، حتى واحد ما بقى ماشي سمسارة. غادي يقول لك اللي قال لك شي حاجة يقول لك حتى شي واحد اللي جاب لك شي واحد في المحل يقول لك شوف تاخذ البروطة يقول عندك عطيك الماء رانا اللي شفتو مليك يقول غير عمو يقول خوه يقول. اليوم كان واحد الملتقى جهوي الأول للجمعية الوطنية، وطرحنا فيه بزاف ديال الإشكالات والإكراهات اللي كتعلق بها المهنة ديالنا. وصراحة يعني كانوا معطيات، وكان يعني كان واحد المخرجات، وغادي نديروا ان شاء الله توصيات، وهذوك التوصيات هما اللي غادي ان شاء الله ندفعوا للجهات المعنيه. ذلك من المخرجات راه ان شاء الله بحول الله غادي نتكلموا ان شاء الله على القانون المنظم للمهنه مع الوزاره الوصيه، وغادي نعطيو هذوك التوصيات للوزاره ان شاء الله بحول الله. وكنتمنوا انه الوزاره تخرج لنا القانون المنظم للمهنه اللي حنا سنوات هذه وحنا كندافعوا عليه، وصراحة يعني مازال ما خرجتوش لينا، وإن شاء الله كنتمناو أنها تخرج لنا هذا القانون. كذلك من ضمن هذه المخرجات اللي خرجنا بهم غادي إن شاء الله نديروا تكوينات الفائدة الوكلاء والوكيلات العقاريات بالجهة وخارج الجهة إن شاء الله وطنيا، وكنتمناو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أتمنى أن نكون موفقين يعني كمكتبا ومناضلي ديال هذه الجمعية، لأقول وأسطر على كلمة مناضل، لأن هذه الكلمة توحي لنا أننا نحمل في الجمعية مقترحات حداثية بشكل كبير لتساهم في تنظيم هذا الجسم العقاري الذي يلعب دورا كبيرا في مسألة العقارية. طبعا الجمعية جات جايبة مقترحات حداثية كبيرة لتكون رافعة حقيقية في هذا الجسم دائما، نظرا للوضعية التي أصبح يعيشها الوكيل أو الوسيط من شوائب كبيرة كثيرة بزاف
حتى أصبح كيف تنقولوا ولا تيتان بهذا الشكل من الاشكال وتيضيع عليه حقه، لان هناك من يشتغل بشكل غير عادي. نحن في جمعيه الوفاق نسير المقترحات اللي تجي بها الحكومه، واخر مقترح اللي هو قانون الماليه ديال 25 اللي لا زال الان معروض على البرلمان، واللي جا فيه تنظيم ما يسمى بدور الضيافه، واللي دمج فيه الديور اللي تيقولوا مفروشه، واللي اصبحت منتشره بشكل كبير في بعض المدن السياحيه، وطبعا مراكش من اكبر المدن اللي فيها هذا الطور هذا. وانا هذه رساله اوجهها لاخوان الوكلاء العقاريين الوسطاء باش يشتغلوا بشكل حذر، لان مولتر راه هو انوسون، راه هو بريء من اي شيء داروا اي حاجه يتحملها الوكيل او الوسيط. مولتر تيقول له ما عرفتش. بعض الاحيان الزبناء راه ما تيشوفوش مول المحل، الوكيل يقوم بكل شيء، هو اللي تيجيب الناس، هو اللي تيعطيهم الساروت، هو اللي تيدخلهم، هو اللي تيخرجهم، هو اللي تيتخلص، هو اللي تيدير كل شيء. اذا هو يتحمل المسؤوليه. انا تنقول للاخوان الله يجزيهم بخير، احنا في داخل الجمعيه هذا مقترح ديالنا، اتمنى من الاخوان باش يتعاملوا به. الجمعيه دوك الناس الديور كيف تنقولوا اللي صبحات تدخل في اطار دور الضيافه يمشيو، اللي ما عندهاش وثائق ديالها، لان صبحات فيها 3 وثائق: وثيقه ديال وزاره الداخليه، وثيقه الجماعات المحليه، ووثيقه ديال المكتب ديال السياحه. هادو 3 الوثائق خصو يكونوا تيتوفروا في هذا المنزل، وبالتالي يمكن نشتغل فيهم ونشتغل بواحد الانفه وبواحد العزه، ما نكونش نتسمى ديك الاسم اللي تيقولوا تنجيب واحد جوج الناس ونلاقيهم ونجيبهم للدار. هاد الحويجات الله يجزيكم بخير. اذا حنا كجمعيه غادي نشتغلوا مزيان على هذا الباب. كذلك اتمنى كيف قلنا في الندوه ديالنا في الملتقى هذا الجهوي ديالنا على قضيه عمليه الرهن، اللجوء اذا اقتضى الحال، اللجوء الى القضاء، المحكمه بشقين: كاين العادل ولا المحامي. المقاطعه ما بقات تاكل والو، ولا نساهم ما نساهموش في النصب ديال وحدين اخرين. الله يجزيكم بخير الاخوان، واتمنى ان نكون موفقين ان شاء الله في اقتراحاتنا، وشكرا للاخوان. شكرا على المشاهده. قبل ما تخرج ما تنساش تابونا في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تتبعنا على الصفحه الرسميه على فيسبوك وكذلك انستغرام وباقي المواقع. فلاش 24، الخبر اليقين من المصدر.